كل صباح الهنا صباح العسل يا حبايب قلبي، اللي بيشوف الفيديو ده بالليل مساء الفل عليك يا جميل، واللي بيشوف الفيديو ده الصبح صباح الفل عليك. بحبكم جدا، ربنا ما يحرمني منكم يا رب العالمين. معاكم مروه العزب، الفيسبوك بتاعي مروه العزب عربي ومروه العزب انجلش. يا ريت يا جماعه اللي مش مشترك في القناه بتاعتي ينزل يشترك دلوقتي ولايك جامد جامد جامد. بحبكم جدا. انا مع ابني في تمرين السباحه، فحابه ان انا اطلع معاكم لايف او فيديو اتكلم في موضوع مهم جدا 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 حصل امبارح. الناس بقى خلقها ضيق ولا ايه يا جماعه؟ الناس بقى خلقها ضيق ولا ايه؟ والله العظيم اللي بيحصل بقى افتراء. 2 شباب، واحد في شباب يعني بيشتغلوا في مستشفى. واحد منهم زعل مع واحد صاحبه، يعني 2 شباب من سن بعض، بس في واحد منهم مدير في كانتين، مش مدير مستشفى او حاجه، يعني مدير في كانتين. المهم يا جماعه، الشاب شد كده بينه وبين صاحبه، يعني الشاب شد كده تاتش بسيط امبارح قبل الفطار بينه وبين صاحبه. فقالوا انت جاي متاخر، طب انت نزلت رحت فين؟ راح بص عليه لقاه بيشرب سيجاره، قال له انت بتشرب سيجاره؟ يعني انت بتشرب سيجاره واحنا في عز النهار رمضان؟ قال له مالكش فيه، خلق ضيق ومش عارفه ايه. لما قال له انت في عز النهار وبتشرب سيجاره، قال له بشرب، خلقي ضيق ومخنوق وبشرب، ما فيهاش حاجه، انت مالك؟ شد قصاد بعض. فالراجل قال له طب صاحبه ده اللي هو المدير ده قال له طب انا هخصم منك النهارده، عشان خاطر مش عشان خاطر انت بتشرب سيجاره، ده بينك وبين ربنا، عشان خاطر انت اتاخرت بس في الشغل، فهخصم منك نص يوم. اللي هو ليه بقى اللي هو يخصم منه نص يوم؟ يخصم من صديقه نص يوم؟ لا ما ينفعش، لا ما ينفعش طبعا، لا 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 لا, لا. الموضوع نو خالص. استناه قدام باب المستشفى، مسك سلاح ابيض ودب دب دب، مبقاش عارف هو بيخبطه ازاي. طبعا نزل من طوله وتوفى في الحال. لما راح يتحقق معاه، يعني مسكوه على طول، يعني لما راح يتحقق معاه انت عملت كده ليه؟ قال له خلق ضيق واحنا في رمضان وبيعاتبني عشان بشرب سيجاره وبيخصم لي، بس بصراحه ما خصمليش بسبب السيجاره، هو خصم لي بسبب تاخيري. الموضوع التاني اللي انا عايزه اكلمكم فيه يا جماعه، ان في ام اتخلت عن اطفالها في الجيزه وسابتهم لباباهم، باباهم اللي قطع خصيه ابنه الكبير، وراحت شافت حالها بقى ازاي. بقى الحكايه بدات في رمضان، رابع يوم رمضان، قبل الفطار ب10 دقايق. الجيران سمعوا صويت من ولد واخواته البنات يقولوا له ما تخلصي عليه يا بابا، خلاص يا بابا احنا هنعمل لك اللي انت عايزه يا بابا، سيبه يا بابا، سيب يوسف يا بابا، سيب يوسف يا بابا. فالاب مش عاجبه سيب يوسف، ايه مش عاجبه اللي بيتقال. ف المهم مش عارفه اكمل لكم والله. هي الام سايبه العيال بقالها 5 سنين ومتجوزه وسايباهم لباباهم، وكمان هي مش عاجبها انها تعيش مع باباهم خالص، فراحت اتجوزت وشافت حالها وما بتسالش على العيال بقالها 5 سنين ولا بتليفون حتى. ف الاب كل ما يتخانق مع العيال، امكم شافت حالها وانا مش عارفه اشوف حالي. حتى الام مامته لما بتيجي عشان تشوف عيال ابنها او تساعدهم في اي حاجه، الاب بيضربها، بيضرب مامته، يقول لها سيبيني في حالي، انا لا عارف اتصرف ولا عارف اعيش، وانت جايه تاكلي عندي كمان، وانت. فكان معاملته حتى وحشه مع ايه؟ مع امه. المهم حبايب قلبي مش هطول عليكم. مسك ولاده قبل الفطار لانه كان زهقان جدا، مسك ولاده قبل الفطار، زعيق. فيوسف بيرد عليه بيقول له هو بقى انا بشتغل وبصرف عليك وبجيب الاكل انا، يعني يوسف اللي عنده بتاع 14 سنه هو اللي بيشتغل وبيصرف وبيعمل كل حاجه لابوه، فده اكله وده فلوسه. بيقول له ده اكله وده فلوس ليه وليه بقى؟ مسكوا الجيران سمعوا، يعني لما سمعوا الصويت ويقولوا الحقوني، والعيال تقول له الحقني يا بابا، والمتاهات دي كلها، لقوا الصوت هدى، يعني ما فيش صوت. فخبطوا على الباب وضربوا الجرس وهبدوا الباب.
فكسروا الباب ودخلوا لقوا يوسف مقطوع الخصية بتاعته ومقتول، مقتول من أمه، من أبوه قصدي، وأمه السبب برضه. ما الأم رمت، يا جماعة من الأمهات المفروض تضحي بالدنيا عشان خاطر عيالها، بس في أمهات الله أكبر قلبهم جاحد جدا. المهم حبايب قلبي وروحي، لما راح عشان يتحقق معاه برضه قال انا كنت لسه اخلص على بقيه العيال بصراحه، لان انا شايل مسؤوليه فوق طاقتي، لا عارف اعيش حياتي ولا عارف ان انا اتجوز زي امهم ما اتجوزت ورمتهم ومشت. فخلقي ده بقى حبيت بقى اخلص عليهم كلهم، بس لحقوني خلصت على يوسف بس. لله الامر من قبل ومن بعد.